يتهمون المسلمين بالشرك ويتهمون الأضرحة بالوثنية، بالرغم أن النبي مع ضجيعيه أبي بكر وعمر في ضريح كبير قالوا نريد هدمه. يحتجون بالقبة على ابن شيخ، على القبة عاد عسى الله سهل هدي، على القبة عاد عسى الله سهل هدي. وأما هذه القبة التي يحلف بعض الناس بها وأصبحت شعارا لدى الخرافيين بناها أحد المماليك، لذلك لا يعبأ بها، ولعله يأتي اليوم الذي يوفق الله المسؤولين لإزالة هذه القبة التي أصبحت فتنة، ولولا خشية الفتن لأزيلت اليوم قبل غد. اخرس أيها الوغد اللئيم الذي تريد أن تعتدي على سيد المرسلين، اخرس، قطع الله يديك ورجليك من عنده، قولوا آمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله للنبي أحسن ما يرضى للبشر، ولذلك يقول الإمام البيضاوي في الأضرحة أنها من أفضل القربات. طب وما الحديث البخاري هنعمل فيه إيه؟ اتخذوا قبور أنبيائهم وأولئهم مساجد، يعني يسجدون لمن في القبر، لكن احنا ما بنسجدش لمن في القبر. هناك عبدت أنبيائها فسجدت لقبورها، وبرأ الله أمة النبي المصطفى والحبيب المجتبى أن يحدث فيها هذا. رأينا من المسلمين من يضل بل ويخرج عن ربقة الإسلام والمسلمين، بعضهم